السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين. إذا الفيديو تاع اليوم ولا الوصفة تاع اليوم راح تكون ليزيكلير بلا باتاشو، يعني ناجحة 100% بالأخص للمبتدئات اللي حبت يعني تجربهم. راح نقول لك راح تنجحي فيهم من أول استعمال، لا أول تجربة عفوا. إذا ما عليك غير تبعوا الخطوات وطريقة التحضير وطريقة الطياب وكل الخطوات اللي لازم يعني نتبعوهم. شوفوا هنايا هاد الحبات يعني طابوا في الأخير باش نتأكدوا باللي كيفاش نتأكدوا باللي راهي ناجحة وماهيش يعني ما خسرتلناش. نهزوا الحبة نلقاوها خفيفة، وراكم تسمعوا القرمشة هذيك يعني من الفوق كي تحطي هكا فيها من الفوق تجي طبقة يابسة. وتقرمش كما راكم تشوفوا، يعني ما تجيش طرية. وشوفوا كيف جاو خاويين من الداخل، يجيو خاويين من الداخل، والطبقة الفوقانية تجي يعني طايبة مليح ويابسة. إذا نبرّروا المقادير، ما ننساوش نصلّوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نبدأ على بركة الله، بسم الله. شوفوا نجيبوا هنايا كاسرونة راح نطيبوا فيها، نديروا فيها نص كاس تاع الماء مع نص كاس تاع حليب، كيما راكم تشوفوا هنايا. نضيف عليهم نص كأس إلا صبع، يعني نص كاس، نقيسوا نص كاس ونروحوا نحطوا صبعنا على هذاك النص ونقصوا منه، كيما راكم تشوفوا هنا ما درتش نص كاس كامل، نقصت منه صبع تاع زيت. ونضيف عليهم ملعقة تاع السكر وشوية تاع الملح. أنا الملح أكيد باش ما تجيناش الحاجة يعني مسوسة وصامتة، باش يجيو بنان. لازم نديرو لهم شوية تاع ملح، كمية هكا صغيرة تاع ملح، ونزيدو عليهم ملعقة تاع السكر، ونحط هذا الخليط فوق النار حتى يغلي. هو راهو يسخن، أنا نجيب هنايا كاس، عندي كاس تاع فرينة كيما راكم تشوفوا هنايا، نفس الكاس اللي كيّلت بيه. هذا الكاس اللي كيّلت بيه تاع 250 مليلتر. إذا تحبوا تخدموا بالكاس تاع 250 مليلتر، ما عليكم غير تبعوا هذا نفس الخطوات. اللي يحب يستخدم بالميزان يدير 125 غرام تاع حليب، 125 غرام تاع الماء، 100 غرام تاع زيت، وملعقة تاع سكر وشوية تاع ملح. ونحط الخليط تاعي على النار، كي يبدا يغلي نروح نضيف عليه هذاك الكاس تاع الفرينة، ونبدا نخلط 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 حتى تتشكل لنا عجينة. العجينة هذيك حتى تبدا يعني تتنحى على الكسرونة، يعني ما تقعدش تتلاصق. هنايا تكون العجينة تاعي واجدة. هنا عفوًا راني نصوّر بيد ونخدم بيد على هذه. ما ما جاتش يعني ما جاتش الصورة واضحة. نقعد هكا كيما راكم تشوفوا هنايا نخلط نخلط حتى تتكون لنا عجينة يعني ما تتلاصقش في الأطراف. هنا تكون العجينة تاعي واجدة. نروح نضيف عليها ملعقة تاع لافاني، هنا لافاني سوا ديروا بودرة ولا سائلة ولا كيما تحبوا لكم الاختيار. أنا ندير لها شوية تاع لافاني تاع السائلة اللي شدوها معايا، ونحطها تبرد. بعد كي تبرد نروح نخلطها. هنا بعد ما بردت كيما راكم تشوفوا هنايا نروح نجيب البيترا، نحطو في البيترا، ومن بعد نجيب لاكسيسوار هذاك تاع الكا ونبدا نخليه هو يتخلط. نغسل البيض تاعي أكيد ونبدا ندير بيضة ببيضة حتى نكمل عدد البيض. هنا البيض تاعي أنايا درت البيض الصغير. دات لي هاد الكمية، دات لي 5 حبات بيض، اللي البيض تاعو كبير يقدر يكتفي فقط ب4 حبات. شوفوا درت الحبة الأولى، نزيد الحبة الزوجة. كما تشوفوا هنايا البيض كيفاش راهو صغير يعني ماهوش كبير. ندير الحبة الزوجة حتى ندخل هذيك البيضة هذيك لازم تدخل مليح، نزيد الثانية، نزيد الثالثة ومن بعد الرابعة ومن بعد الخامسة حتى نكمل كامل الحبات، يكون الخليط تاعي واجد. نجيب هنايا لادوي اللي ندير بيه، شوفوا اللادوي تاعي مشرشط بزاف يعني خاص بلي زيكلار ويكون شوية يعني كبير ماهوش هذوك الصغار. ونجيب البلاطو تاعي ندير له بابي كويسون، سينو تقدروا ديروا ل هذاك بابي سيليكون كيما تحبوا. آآ ونبدأ نشكل لي زيكلا تاعي ونديرهم. أنايا الفور تاعي ما ننساش لازم يكون نشعلوه على 180 درجة نخليه يسخن. شوفوا هنايا كيفاش جات العجينة، ما لازمش تكون سايلة بزاف وما لازمش تكون تكون يابسة.
ونبدأ نشكل هنايا الحبات تاوعي. أنا ما درتهمش حبات كبار، درتهم شوية يعني مقدرين، باه الواحد اللي كلا حبة لازم يكملها يعني ما يخليهاش في النص. لحتهم يطيبوا هنايا، هما راهم يطيبوا. آه وأنا نروح نوجد لا كريم باتيسير هنا فقط في الفور. كما قلت لكم لازم الفور تاعنا يكون مسخن من قبل، ومن بعد كي نلوح لي زيكلا تاعي باش يطيبوا ندير النار على 200 درجة ونخليهم لمدة 20 دقيقة. كي تفوت عليهم ال20 دقيقة نروح نفتح الفور تاعي شوية فقط، نخليه يعني مشقق شوية، وننقّص نخليه على 160 درجة، ونخليه يكمّل الطياب تاعو. هنايا تفوت لنا حتى النُص ساعة وهو هُما يطيبوا، لازم يطيبوا مليح. وكي تشوفوا بلي الطبقة هاذيك حمارت من التحت ومن الفوقة يعني وما لازمش تقعدوا تفتحوا وتسكروا عليهم. كي طيب لنا من التحت ومن الفوق واش نديرو، نروحو نطفيو عليها ونخليهم يقعدوا في الفور مدة 10 دقائق باش نجبدوهم. هذا هو السر تاع الطياب تاعهم باش ماش كي نجبدوهم يطيحوا لكم ويتعجنوا من الداخل، والمهم لازم يطيبوا مليح. ل ل لازم الضمان بالأخص والأخص في الطياب تاعهم. هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا نوجد لا كريم باتيسير. واش درت هنا، درت كاس تاع حليب نحطو يسخن، وهنايا في هذا البول درت 3 ملاعق تاع سكر مع 3 ملاعق تاع مايزينا وشوية تاع حليب، وخلطت حتى يعني تفتح هذيك المايزينا والسكر في هذاك الحليب. والحليب تاعي ديجا راهو سخن شوية، نروح نضيف عليه هذيك الكمية هذيك ونقعد نخلط بملعقة خشبية ولا فوي تاع سيليكون، ولا حتى تكون لنا يعني خليط يكون ثقيل. تما يكون ثقيل. خير ما ندير بارد في بارد ونقعد نخلّط تديلي شوية وقت. كي نسخّن الحليب وحده ونخلّط المايزينا والسكر مع شوية تاع حليب وحدهم ما تديليش وقت كبير. كيما راكم تشوفوا هنايا نخلّط حتى يتكون لي هذاك الخليط ثقيل يعني وتكون لا كريم تاعي واجدة. كي تكون توجد تكمّل نضيف عليها ندير عليها شوية تاع لافاني وشوية تاع زبدة ولا مارغرين واش عندكم، نديرهم في لاصيات ونغطي عليهم بابي فيلم يعني en contact ونخليهم نديرها في الثلاجة ونخليها تبرد. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما نفرغها قلت لكم نغطيها بابي فيلم لازم يكون en contact باش ما ديرناش هذيك لا خوت من الفوقانية، ونحطهم في الثلاجة نخليهم يبردوا. ولي شو تاعي ولا لي زيكلار تاعنا راهم يطيبوا. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما بردات وجدوا لي نروح لطريقة يعني الحشو. نجيب هنايا لا كريم باتيسير تاعي نديرها في البيترا، نجيب الفوي نخليهم يتخلطوا، نديرها هنايا تتخلط. هنايا عندي البخاليني شوفوا هنايا راهي جديدة الباطا تاعي فتحتها كي غير فيها الطبقة هذيك الفوقانية تاع الزيت، نروح نخلطها مليح هذيك الزيت نخلطها مع هذاك الخليط مليح. هنا فقط نفكركم هنا البخاليني تاعي يجي حلو بزاف، يعني ماذا بيكم كي تبداو يعني كي تخدموا لا كريم باتيسير إذا كان بغيتو ديروا بالبخاليني نقّصوا في كمية السكر باش تجيكم الحلاوة سوا. كيما راكم تشوفوا هنايا شوفوا كيفاش طابوا، شوفوا كيفاش جاو حمر من التحت من الفوق، جاو يعني طايبين مليح وجاو خاويين من الداخل. آآ لا كريم تاعي راهي وجدت نروح نديرها في لابوش ونبدا نحشي فيهم من الداخل. أنا طريقة الحشو فقط كي كنت نصور راهو راح لي يعني ما كنتش نصور فيهم، أنا حطيت بلي كنت نصور فيهم. دونك تحكموا تثقبوهم من التحت. تحكموا الحبة تاعكم تثقبوها من التحت بالموس ولا بهذاك لادوي ديروا 2 ثقبات ولا 3. المهم ما تخسوش الحبة كامل، تروحوا تحشيوهم بلابوش تحشيوهم مليح لازم يتعمروا. ولا سينو تقدروا تفتحوا الحبة تاعكم على زوج وتحشيو ديروا الكريمة تاعكم وتغلقوا الحبات. من بعد من الفوقة درت لهم شوكولا، درت أنا شوكولا طاغتيني درتها في على حمام مائي. وزدت لها شوية تاع زيت خلّطت حتى يعني انسجمت، من بعد بديت نغطس الحبة تاعي هكا فقط من الفوق، وفي الأخير درت لهم شوية تاع كاوكاو، هذاك الكاوكاو اللي يعني اللي فيه اللون تاعو لون البيستاش اللي معطر. ودرتهم في الكيسات، هذا ما كان. المهم إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم،
وإذا كان عجبكم ما عليكم غير ديروا لي جيم، تخليوا لي تعليق شباب، ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد وفي وصفة جديدة إن شاء الله. السلام.